الحوت من الاشخاص يلي بيرتاحوا من تعب عقبات مهنيه وشخصيه. 3 سنين عندهم ظروف كتير صعبه. هيدا عدا عن كوكب نبتون اللي عم بيقطع عندهم، خاصه مواليد شباط ومواليد 1 اذار مارس. مرق عندهم كثير اشياء صعبه مش هينه، وبعده موجود نبتون يعني بس عند مواليد قليله. الغيمه الصعبه قطعت. مولود برج الحوت هيدي السنه هي السنه يلي إذا في حدا بيطرح فكرة مميزة، إذا في شخص بيكون مختلف عن غيره، هو مولود برج الحوت. مولود برج الحوت عنده حظ السنة وتكتمل معه الحظوظ بنهاية 2018. سنة مسهلة، بدربه بشكل كتير كبير، من الأبراج الناجحة المتفوقة، من الأبراج يلي فعلا هي مع بين مجموعة الأبراج النمبر 1 و 2، يعني من الأوائل. هيدي من الأوائل بالحظوظ السنة. صح. هني أول 3 محظوظين مين؟ عقرب ومين وحوت؟ فينا نقول العقرب لأنه طبعا المشتري عندك الحوت لأنه مائي مثل العقرب، وعندك سرطان مثل العقرب، عندك الدلو. إذا الحوت سنته كمان جيدة. جيدة جدا، حتى جيدة جدا، من الأبراج كثير قوية. كمان بعطيه 8.5 على 10. كمان 8.5. الدلو بعتبر الدلو السنة من الأبراج يلي رح يكونوا مبينين كثير، رح يكون عندهم طلة كثير حلوة، كثير مميزة. حتى سنة 2017 كان سنة جيدة لمولود برج الدلو، ما كان فيها معاكسات. 2018 رح تكون بعد أحلى وأحلى. هي السنة يلي رح بتخلي مولود برج الدلو يكون من بين المتفوقين، ببينوا لأنه الأضواء عليهم، حتى لو هن ما عارفين أضواء عليهم، والأضواء عليهم طريقة كثير حلوة. وحتى لو حسوا بشوية قلق ما يفكروا إنه العالم ضدهم أو الضوء مسلط عليهم. هو الضوء مسلط عليهم لحتى يشوفوا الاشياء الحلوه اللي كل العالم بتحكي عنها، انه واو ايه مزبوط، ايه مزبوط. ريما مثلا، ليكو ريما ايه، ولا شاطره ريما ايه مزبوط. اوكي، بيجي مثلا مسابقه تنحط ريما وفجاه بتطلع ريما من الرابحين. في فرص نوعيتها مهنيه ممتازه، انجازات، تفوق، عمل جديد، يمكن حتى تميز بنوعيه الاداء اللي عندهم اياها. من السنين الممتازه يلي بتخلي مولود برج الدلو يرجع يتذكر 12 سنه لورا ويقول انا ب 12 سنه يعني بال 2006 شو النقله النوعيه اللي عملتها. اذا سعيد فيها تكون اجتماعيه، فنقول سعيد. سعيد. هلا نوعا ما مش انه سعاده، عم بحكي عن نجاح. هلا الواحد يمكن هو نجاحه بس منه حياته منه مبسوط، بس في نجاح وفي ارتباطات وفي كثير اشياء. السعاده شيء ثاني، يعني نحن ما عم نحكي عن السعاده. لا، في واحد يكون سعيد، في ناس بتكون سعيده اذا نجحت، في ناس بتكون سعيده اذا عملت مصاري، في ناس تكون سعيده اذا صح. انا بس عم بحكي عن النجاحات، النجاح والتفوق والشهره. حلو النجاح والتفوق، بيعملوا سعاده كبيره كمان. طبعا. علامته اكيد بعطيه اوكي، بعطيه فيني اعطيه 8.5. 8.5. اوكي. الحوت. اوكي، وصلنا على الجدي. المشكله الجدي، خليني اقول لك عن الاشياء الحلوه عند الجدي. انا بنصحه للجدي انه من اول السنه يبلش يبني علاقات. سامعه باللوبينج، هيدي سنه اللوبينج للجدي. يبلش يعمل مجموعه حده حواليه. عم نحكي مهنيا ولا عائليا ولا ناطره شي معركه ليعمل لوبينج؟ بده لوبينج لانه سيحتاج الى دعم على كل المستويات. دعم من حرب يعني معاكسين او لا، ما حرب، مش حرب، في معاكسات. بيدخل باجواء لحاله، بيقول يا ريت بعرف فلان، يا ريت حدا عرفني على فلان. عرفت يعني حتى اولادنا مواليد برج الجدي بحاجه انه نلم لهم اصحابهم من حولهم. في نوع من شعور بتعب. هو مولود برج الجدي اجمالا شخص بيتعب، هو بيتعب حاله. سنه 2018 فيها شويه تعب، وبالتالي هو بحاجه الى اشخاص اسيستنس يساعدوه، حتى لو اصحابه، عائلته، اخواته، اهله، جيرانه، بده يعمل من حوله سيركل تكون عم بتساعده. he needs extra help, he needs assistance بال 2018. بحاجه لدعم اضافي، يعني يبني هيدي المجموعه اللي هو بده يقدر يتكل عليها بمحل معين. صحيح. بس هو يعني ما عنده ثقه كفايه بالناس. هو عنده ثقه، يعني عنده هالحاجه انه يبني مجموعه حواليه. لا هو ولا الحلول مش عنده هالسنه. الحلول حتى لو كانت الحلول عنده يمكن ما يقدر لحاله. لانه مارق بفتره، خلينا نقول دخل بفتره
ستمتد ب3 سنين ريما، 18 19 وال20. 3 سنين بده يكون كل شيء بيعمله مرتكز عليه ثابت 100%. 99% هال1% معقول يتفركشوا. بده يشتغل على اسس متينه، الخطر على طول موجود يعني. وبالتالي انا بنصحه مطرح ما هو يبقى. يعني بيقعد هلا بكره بصير يقول لك الجدي انا زهقان شو هالشغل ما حدا مقدر لي شغلي. نصيحه ابقى مطرح ما انت، لانه نوعيه الوقت انت مارق فيها رايحه معك وين ما رحت، ما تفكر اذا رحت على غير مطرح نوعيه الوقت رح تختلف وين ما رحت. وبالتالي هي نوع من درس في الحياه، انه اثبات مكانك بده يثبت. صح، بده يثبت لانه في درس بده يتعلمه. يمكن ما عم بيقدر يتاقلم مع الجو، يمكن مع شخص واحد هو اللي نزع له كل الجو، بده يعرف يتاقلم مع الاجواء ويبقى مطرح ما هو. ممنوع المجازفه، مش عم بطلب منه يرجع لورا، مش عم بطلب منه يقدم لقدام، عم بطلب منه يبقى مطرح ما هو. ما تغيروا شغل، ما تغيروا شغل، ما تغيروا مدرسه، ما تغيروا، خلوه مطرح ما انت، بس حاولوا انه يكون في حولهم اشخاص داعمينهم عم بيدعموا. بدي انتقل لغير برج، بس سؤالي الاخير، تعبه الرئيسي يعني هالحاجه لللوبينج مثل ما قلتي، او الحاجه لهالدعم تجميع الناس حواليه وانشاء قوه معينه اكثر بشغله ولا ببيته؟ بكل شيء حسب بكل شيء. ايه، حتى ببيته منه هين. يعني كانه هو الاكثر تعبا اللي ما قلتي لي عنه اول شيء. هو الاكثر قد ايه يعني عنده علامه؟ 6-10. الاكثر تعبا جدي السنه يعني. صح. والاقوى العقرب. الاقوى هو العقرب. مروا عند الجدي العقرب. القوس اول شيء بدي اطمن له باله. المشاكل يلي زعلته، اللي حزنته، يلي خسرته، يلي خلته يكون شخص بالصفوف الاخيره مع انه هو شخص متميز. هي السنه ال3 سنين 15 16 17 حزنته لانه جلبت له يمكن ايفنت، حدث او ظرف زعله. إن كان خسارة، إن كان خيبة أمل، إن كان فشل، إن كان تعب، إن كان وعكة صحية، إن كان إنه خسروا صداقة أو شخص قريب عليهم، أو حتى عملهم. في كتير خسروا عملهم. صارت ورانا ه3 سنين، صاروا ورانا، صرنا على شط الأمان. بآخر 2018 بيوصل لولاب الحظ لعندهم. يعني عندهم تقريبا 11 شهر من اول السنه لا اول ديسمبر، في عندهم 11 شهر لحتى يرجعوا يوقفوا على رجليهم. بطل في معاكسات، في عندهم اشياء جيده، يمكن كثير يكون عندهم ريوردز، مكافآت على جهودهم، على صمودهم، على قوتهم، على جبروتهم. وعندهم نوع من انه بتطمين خاطر، فينا نقول انه سنه رائعه ممتازه. اكيد مقابل ه3 سنين وقبل ه3 سنين اللي كانوا صعبين، هيدي السنه رح بتكون سنه بتريح لهم بالهم. يمكن تحمل لهم خبر صار، يمكن تحمل لهم خبريه كثير حلوه ناطرينا. صار لهم 3 سنين، على الارجح بتصير بسنه 2018. اذا سنه يعني الفرج باخرها تقريبا، سنه انفراج، خليني اقول سنه انفراج. لا، هي كلها تبلش الانفراجات خلال خي بلش يتنهد. القمه باخر السنه. اجمالا كمان بشكل عام منيحه سنته. السنه اكيد منيحه. قد ايه حطيتي عليه؟ بعطيه 7/10. اوكي، بعطيه 7/10. جدي ميزان العقرب، اعطيني علامه. فيني اقول لك بالكنترول كم حدا ناطر العقرب؟ العقرب لازم ينطرني. العقرب هي سنه الحظ عنده. هيدي سنه ولبنان عقرب. سنه انا بعتبرها ممتازه. هيدي سنته هو الاهم بالابراج، هو الاهم. يعني صار له 11 سنه ناطر، كل 12 سنه بيجي الحظ. هلا واصل لعنده بقوه، خاصه مولود شهر نوفمبر. يعني هيدي السنه هي السنه يلي ما في شيء لازم يخليه عم يحلم فيه، لازم كل احلامه تتحقق. الدنيا فاتحه قدامه، يعني بده يكتب كتاب. هي السنه بده يبلش من هلا. بيتجوز هالسنه. سمعتوا؟ اوكي. بده يتجوز هالسنه. عندي كثير بدي اجوزهم لانه هيدي السنه سنه الحظ. عندي 3 بالفريق بدهم تزويج. هيدي السنه يلي بيحقق فيها انجاز، هيدي السنه يلي بيقلب فيها كل شيء، الموازين كلها بتقلب لصالحه. ما في شيء صعب عنده، حتى خصمه ببطل موجود، يا اما بينسحب يا اما بيربح القضيه. هيدي سنه حلوه، بيداوي حاله، فيها هيلينج،
بيداوي حاله، اذا مريض وتعبان بصح فيها، بيلاقي الحلول، بيلاقي التسويات، بيلاقي النجوميه، بيلاقي الشهره، صفحه جديده، بيطوي الماضي مثل ما هو بيزته وبيبدا صفحه جديده. الدنيا كلها فتحة قدامه، وعم بيسالني الكاميرا مان والمصاري شو وضعهم؟ هيدي السنه ليك كل واحد حسب شطارته. هيدي السنه فيكي مثل ما انت عم تقولي تقعدي وتقولي خي كارمن قالت انه هيدي سنه الحظ تنروح نفرس. هيدي السنه ما لازم تاخذوا فيها فرصه. هيدي السنه سنه الوقت فيها ثمين جدا. اذا اخذتوا فرصه يمكن هالاجازه اللي انتم اخذينها تكون بوقت الحظ اللي جايه فيها. اكزاكتلي. هيدي السنه لازم تحلوا فيها المسائل الصعبه، المسائل المعقده. هيدي السنه اذا عندكم مشكل مهم وصعب جدا، هاي السنه لازم تشتغلوا عليها. هيدي السنه مش وقت للراحه، الانسان بيروح للراحه لما يكون في عنده مشاكل وبحاجه يستريح وما ياخذ مبادره لانه الوقت غلط. هيدي السنه كلها وقتها حلو. هاي السنه ما لازم في مصاري، في راحه، في محاسبات جيده، في تسويات، في راحه بال. السنه بيتجوز، السنه حتى بيترقى، السنه بياخذ الشهاده، السنه بينال اللي بده اياه، الانجاز اللي بيعمله بيطلع شيء كثير حلو، وهو بيكون انجاز عادي طبيعي يعني، بس بيطلع له هاله. يا ما بتشوفي اشخاص بتقولي يا اخي انه كيف طلع له انه على شو؟ انه على شو طلع؟ عنده حظ، انه حظه لا كان على حلو. كل حال ما في حدا كمان يعني بيلمع من لا شيء، يعني اكيد في شيء بالاشخاص، مش الكل ايام في توقيت حلو. في اشخاص بيجاهدوا وما بيوصلوا. طب ليه؟ الوقت له نوعيه، هلا اوقات الانسان ما في يتحكم بالوقت، انه المؤتمر بهالتاريخ، طب ما بقدر اتحكم فيه، يمكن هو في اكثر من شغله بيلتقوا بنفس الوقت مثل ما قلتي. في وقت اللي بتسائب انه الظروف الحلوه مع عمل مهم، هون قمه النجاح. عنده شيء ما عنده شيء يعني يفركش مسيرته اذا فينا نقول. في عندي شيء عابر، في شيء عابر جدا بشراكه معينه، بارتباط معين، بتروح الموجه كذا شهر وبترجع. هو يمكن يكون بشراكه، بكونترا له علاقه بشخص خصم له كثير قوي، يمكن يرجع يقوى، خاصة إذا خلقان بأكتوبر بده يكون منتبه أكثر. شنو علامته أول شيء 10/10 يعني هو السنة 9/10؟ بعتي 9/10. 9/10 لو وجود معاكسة من أورانوس كنت قلت لك 10/10 ديفينتلي. خلينا ننتقل ميزان. ميزان كان السنة الماضية من أفضل الأبراج وضعه، السنة شو وضعه؟ السنة كمان بعده مكمل، الحظ عنده بعده مكمل ومكمل بقوة. هيدي السنة فيها مصاري كتير، فيها ريوردز لإله، فيها أرباح، والأرباح مش بالضرورة تكون مالية، فيها تكون ريوردز، ميداليات، فيها تكون شهرة، فيها تكون نوع من تكريم لإله. يعني حتى أولادنا مواليد برج الميزان يمكن يكونوا هن متفوقين بالمدرسة، متفوقين بعملهم، متفوقين بإبداعهم، لأنه هن مبدعين إجمالا. هن فيهم يكونوا مبدعين، مش بالضرورة يكونوا فنانين، مبدعين بعملهم. يعني العمل اللي بيقدمه الأستاذ بيطلع بيقول أوف شيء كثير فوق العادة، يعني طريقته بتقديم شغله. هيدي السنة رح يكون اكسترا اوردينير. إذا بده يركز فيك تقول انه عنده سنه مبدعه، سنه كلها جوائز. هيدي من زمان كانوا يحطوا لنا نجوم على هيدي السنه فيها تكون كلها نجوم، نجمه ذهبيه. بعد وضعه منيح الميزان، وضعه كثير منيح السنه، عاطفيا وصحيا وعمليا. ماني شايفه عنده مشاكل السنه، لانه المشاكل كثير 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 كبيره كانت عنده هي من كوكب اورانوس، وكوكب اورانوس بلش يقطع عنده تقريبا رح يتركه. في مواليد كثير صغيره اللي هي اخر مواليد برج الميزان، هن شوي تعبانين نتفه بهيدي السنه، لكن في عندهم حظوظهم قبيله، يعني في عندهم شيء يعوض عن شيء. بنكفي طالما الميزان وضعه منيح. رح يزعلوا مني ليش في ناس بسال عنهم اكثر من ناس، بس انا ما كثير عم بقدر اميز اذا يعني احيانا جملتك بتغطي الشيء اللي بدي اسال عنه. هيدي شطارتك ريما، لانه انت بتاخذي لانك بتسمعي اللي عم بتقابليه، وبالتالي ما عدتي مش منك ماشيه على انه في كلمه يمكن لفتت لك نظرك بالشخص اللي عم بتحاوريه، بتفتحي هلالين وبتمشي فيها وبترجع لشيء ثاني. هذا انا بعتبره شيء كثير مهم. واللي انت اسم الله عليك نشوف برجنا هلا شو عامل الميزان، قد ايه بده ياخذ؟ الميزان لانه تقريبا ما عنده عقبات، حتى 8/10 اكيد. 8/10. خلينا نشوف ورا الاسد. العذراء. نعم. هلا قالوا لك شباب هون في كثير العذراء، في كثير مواليد برج العذراء بلبنان، في كثير مواليد برج العذراء، وفي كثير مواليد برج الاسد، وفي كثير مواليد برج الجدي. شيء غريب، وين ما بتروحي بتلاقي هالثلاثه
كتار. anyway سو برج العذراء سنته بعتبر سنته سنه كثير مهمه للشغل، للعمل. ليش؟ لانه السنه مولود برج العذراء رح بيكون شخص واعي جدا، مصحصح جدا، عنده عقله متوقد، افكاره وفكره متوقد، ذكاء باهر، ذكي كثير، كل شيء هو ذكي. هيدي السنه سوف يدهش الكثيرين بافكاره، بحلوله. ضروري يكون موجود السنه مولود برج العذراء باي محيط، باي مجتمع، لانه هو صاحب الحلول وعنده ديناميكيه رهيبه، هو الدينامو باي محيط. بتقولي لي ما عم بحكي شيء مهم، بقول لك شيء كثير مهم، وخاصه لمولود برج العذراء، لانه مولود برج العذراء اجمالا بيتخبى من المجتمعات، بفضل يكون منه مبين، بفضل يكون وراء الكواليس، بفضل يكون هو بالصفوف الثانيه او الثالثه. السنه لا، مولود برج العذراء لازم ندور عليه ونحطه، تفضل لازم تكون انت معنا عم بتشارك، لانه افكاره ذكيه كثير، صاحب حلول، صاحب تسويات، صاحب تسويات، صاحب مهارات، وهو يلي رح بيكون حامل راية الدفاع عن الأشخاص الآخرين. راية الحلول والإقدام في سبيل الآخر يعني. صح. وهو بالنسبة له شخص رح بيكون ناجح بعمله جدا جدا جدا. يمكن يكون عنده عمل إضافي، عمل مختلف، يعني بروموشن، ترقية، تقدم، نجاح. طموحاته وإنجازاته رح بتكون باهرة، تلفت النظر. بعمله يمكن ينقل إلى عمل آخر، يمكن مطرح ما هو بينتقل إلى مرتبة أعلى، يمكن يكون عنده عمل آخر على الهامش إضافي. سنة كتير 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 مهمة. يمكن يغير مساره الدراسي مثلا، يمكن ينقل من بلد إلى آخر، مكتبه يمكن بيتغير، بينقل مكتب إلى آخر، أو يمكن مدرسته بينقل مدرسة إلى أخرى. هن كاريزماتيك بطبيعتهم ولا هن حاملين الحلول قصدك انت هسه؟ عم تحكي كاريزماتيك بشكل عام ولا السنه؟ قلت لا، السنه كاريزماتيك. السنه كاريزماتيك. السنه كاريزماتيك ديفينتلي. وعندهم حلول اللي انت يعني للمجموعات متعطشه لها، اذا ما قلتي انه حدا بنادي لهم. صح، لازم يكونوا موجودين لانه حلولهم مقنعه جدا، مقنعه جدا. هن دائما منطقيين، هن ما بيروحوا بالعاطفه، هن لكن ما بيخبرونا الفكره اللي عندهم اياها، بيخافوا، بيستحوا، لانه هن خجولين. اجمالا ما بيحكوا كثير، سكوتين. يعني العذراء على مستوى العمل والنجاح عاليه اسهمه السنه، والدراسه والعمل، اكيد العمل ناجح جدا. كمان قد ايه علامته يا كارمن؟ العذراء اجمالا لانه ما عنده تقريبا اي شيء سلبي، فيني روح تقريبا للتسعة لعشرة. اوكي. من كفه الاسد شو وضعه؟ الاسد هيدي السنه راحته وقوته شخصيه، يعني بيته بيعمر، بيته، عائلته، احواله الشخصيه بتعمر، علاقاته الشخصيه كلياتها، علاقاته الشخصيه العائليه بتعمر، مش الشخصيه اصحابه هيك. بيته بيرجع من سفر، بيسافر، بده جنسيه بيحصل يمكن عليها او بفكر يقدم على جنسيه. هيدي السنه مولود برج الاسد بيرجع الى ذاته، يمكن بيرجع لضيعته، يمكن بيرجع بيعمر بالضيعه، يمكن بيفهم وبيتفهم قديش حلو الانسان يكون عنده جذور، قديش كان ضايع صار له، مش انه ضايع، عم بيبرم وعم بيشوف هالدنيا مثل ما بنقول نحن. هيدي السنه بتحسيه انه يستقر بعمل، يستقر ببيت، يستقر بعلاقاته، يتزوج، يرتبط، بحب، بينغرم، بحس حاله انه بحاجه الى الحميميه مع الاخرين. عنده وعي للذات، يعني لحاله. عنده عوده للذات، عنده مصالحه مع الذات، عنده مصالحه مع الاهل، عنده مصالحه مع العائله، عنده بيوت. والبيت هو البيت، مش ضروري البيت الحجر، هو البيت يلي الانسان الدفى، يعني دفى العائله، مش حتى انتماء، يعني هو الانتماء، هو العوده الى الذات، هو النتيجه. كلنا بيتنا هو جوات ذاتنا. صح. بده يرجع لجوا، لانه هيدا الشيء اللي بده يفهمه ويستوعبه مولود برج الاسد، لانه السنه اذا ما تصالح مع ذاته بيكون خسر الفرصه الثمينه يلي 2018 عم تقدم له اياها.
مين كان الاكثر تعبا السنه الماضيه؟ اكثر تعبا السنه الماضيه قوس كان واصلين له على كل حال. صح. طيب الاسد قلت انه بانتظاره، لكن اكثر شيء نجاح عائلي وباطار علاقاته البيتيه اللي داخل عائلته المباشره. صحيح، حتى بعلاقاته الضيقه بالمكتب او بالجامعه او بالمدرسه مع اصحابه اللي كثير قريبين صوبه، الهارد كور اللي عنده اياه، اصحابه الحميمين، حتى بصير في عنده سيركل شوي اكبر من هيك، لانه ببلش يعطف على الاخرين، بحس انه قديش حلوه هالعلاقه الحميمه الدافئه مع الاخرين، فبالتالي بيته بيكبر. بيته هو السيركل، الكومفورت زون اللي الانسان بيعيشها، مش ضروري البيت الحجر كنا عم نحكي، الكومفورت زون. مولود برج الاسد بسنه 2018 عنده كومفورت زون كثير حلوه، ها هي المكافاه له. ما يسمى يعني ما بعرف اذا صح الرمزيه، يعني المنطقه اللي بيرتاح فيها، يعني اللي بيرتاح فيها، المحيط اللي بيرتاح فيه، المحيط اللي بيرتاح، يمكن بيته، يمكن يقرر يا خيي انا ماني اصحاب القراب، انا ماني مبسوط هون، بدي اروح على غير مدينه، طول عمره انا بيحلم يروح على غير، بيحب خيي بيروح بيقول خيي شو مبسوط. يعني رح بيلاقي الملاذ الامن. حكيت عن الغيمه اللي قطع على الحمل، قطع على شي حدا فيهم غيمه كمان قاسيه بشي محل؟ الغيمه مير شوي صغيره عند الثور. وبس. جوزاء زامت والسرطان عنده والاسد كمان. السرطان عنده شيء كمان غيمه عابره. عنده غيمه عابره، مش للكل، بس مش للكل، في مواليد كثير قليله من كل الابراج اللي ذكرناها. ما حاسالك اذا بيختلفوا عن اول السنه من اخر السنه، لانه يوجولي كمان بتقولي احيانا انه بيختلفوا كل شهر بيختلف، كل اسبوع بيختلف. انا بعطيك بشكل عام التفاصيل طبعا بالكتاب حاطه كل شهر مين، كل شهر مين بيتعب ومين بيرتاح، مين بيتعب مين بيرتاح، واي نهار احسن من اي نهار ديفينتلي. طيب اذا بدنا نحكي عن يعني النجم اللامع، انت قلتي انه العاطفه كان اكثر من الصحه والمال السنه صحيح، بعائلته مثل ما حكيت، بعائلته مع حاله، في راحه، في طمانينه. بس هذا شيء كثير حلو، يعني اذا حابب يشتري بيت بيشتري بيت، اذا عم يدور على عقار، اذا حابب يبيع شيء ويشتري شيء، هيدي سنه مربحه جدا بالنسبه للاسد. وعلامته الاسد بعطيه كمان شيء 8 على 10. علامته منيحه لحد هلا كلياتهم، يعني عندهم سنه صحيح، بشكل عام كثير حلوه ممتازه، يعني اكثريه الابراج عندهم سنه كثير حلوه. مين طلع هلا على السرطان؟ شو وضعه؟ السرطان من الابراج القويه، من الابراج المحظوظه بسنه 2018، لانه في عنده تاثيرات كثير حلوه من المشتري الموجود ببرج مائي صديق له، برج العقرب. السرطان والعقرب على انسجام دائما، وبالتالي لما بيكون في حظوظ ببرج العقرب تنعكس عليه طريقه كثير ايجابيه. في عنده حظوظ على المجال العاطفي، مجال الابداع، الالهام، مجال النجاحات كلها مفتوحه قدامه، سنه مسهله جدا. هيدي السنه يمكن بيحتفلوا فيها بكثير احداث حلوه بحياتهم العائليه والشخصيه، نجاحاتهم كمان رح بتكون مهنيه واجتماعيه، وبيوصلوا اكثر من سنه 2017. والغصه وين عنده السرطان اجمالا، بعاطفته ولا بنجاحه؟ اجمالا هيدي السنه، يعني عم تحكي عن السنه ولا عم تحكي عن 2018؟ سنة 2018 عند مولود برج السرطان كان عنده قصص شوي صحية ب3 سنين اللي مرقوا، 15 16 17. هلا بسنة 2018 بيدخل مولود برج السرطان إلى مرحلة تتطلب منه وعي ومحاكاة الطرف الآخر. ما بقى في يلغي الطرف الآخر أو يغض النظر أو يهمل الطرف الآخر. الطرف الآخر في يكون شريكه بالعمل، بالحياة، القانون، القضاء، بطل في زعبرة. هيدي السنة مولود برج السرطان بده يفتح عينيه ودينيه ويشوف شو بده الطرف الآخر، ويمكن يضطر يمشي حسب الطرف الآخر. هيدي السنة بده يجاري، يعني هالسنة بده يجاري، وبده يجاري بكثير دبلوماسيه. هيدي نقطه الضعف فيني اقول يمكن عنده. مولود برج السرطان شخص كثير انساني، وبالتالي يهتم بمجتمعه بمحيطه. وين في عندك مولود برج السرطان، هيدا مولود برج السرطان شخص فيه يكون داخل بلجنه بالبلديه، لازم يكون موجود. هيك اشخاص لازم يكونوا موجودين باي مجالس بلديه مثلا. يكون حلو ينقوا كل الابراج، لانه كل برج عنده ميزه حلوه. بنقوا عيال زيتها
فبرج السرطان شخص فيري كيرينج، شخص هيومانيتاريان كثير هيومين، شخص فينا نقول انساني ويهتم بالاخرين، يمكن يكون عاطفي شوي لكن شخص كثير اداري. مولود برج السرطان شخص كثير اداري، ونجاحاته كثير حلوه، وهيدي السنه يبدع فيها، هيدي السنه بيكتب فيها، هيدي السنه يطلق فيها العنان لمخيلته، لكتاباته، لقدراته يلي مش بس هي قدرات جسديه، قدرات فكريه وعقليه وابداعيه وفنيه على انواعها. وعلامته ويمكن يكون عنده اولاد اذا متزوج وما عنده اولاد بعد، ايه، او اذا يبحث عن اولاد. هيدي السنه فيها كرييشن، فيها كرياتيفيتي كثير، فيها ابداع وخلق تنقول. العلامه ماني شايفه اشياء سلبيه، ففيني اعطيه 8.5 اكيد على 10. مين هلا بده يكون الجوزاء. الجوزاء طلع من عواصف. الجوزاء لازم نقول ريما انه مرق عليه عواصف كثير كبيره ب3 سنين، 15 16 و17. تعتر شوي. شو طبيعه العواصف؟ العواصف هي كانت كنايه عن عقبات بدربه، عقبات، مشاكل يعني، فينا نسميها مشاكل، عقبات. يمكن ما عملوا مشكل معه انه هون لا، هيدا المشروع اللي انت مقدمه صار لك سنه عم تشتغل عليه، روح غير لنا. بيرجع بيروح مولود برج الجوزاء سنه بكملها وبيرجع. خدي شخص عم بيقدم اطروحه مثلا، اطروحه بالجامعه، بيقعد بيشتغل قاعد مقضى سهر الليالي 2 3 عم بيشتغل، بيرجع بيروح بيقدم، بيقولوا له لا هيدي الفكره مش ظابطه، ارجع اشتغل عليها. في عقبات، في ابواب مسكره ما عم بيخلوه يتقدم على كل النواحي. حتى التلاميذ ريما، تلاميذ الاولاد اللي بيشتغلوا حتى بعلاقاتهم مع شريكهم بالحياه، شريكهم بالعمل، مع الناس اللي من حولهم، الاشخاص اللي ما بيعرفوهم، كان عندهم 3 سنين مسكره، تقال. بجرب يقدم مثل اللي عم يسبح بعكس التيار، عم بيقدم وبيرجع بزته الموجه لورا، وشايف هو الشط قدامه بس ما عم بيقدر يوصل. هيدي السنه 2018 بيطلع من هالموجات هاي، خلص صارت الموجه منها لحالها صارت معه وبتزته على الشط. هلا من هون ورايح بال 2018 وطالع عليه هو يوقف ويدبر حاله، وما بقى في يقول انه الحظ ضدي، لانه بطل في عقبات عنده. ما بقى في يقول انه زحل كان معكسني، ما بقى في شيء. راحت الغيمه يعني، راحت العاصفه كلها راحت. العقبات هي اللي هي خلص وقتها ولا هو انتصر عليها؟ لا ما انتصر عليها. في كثير من مواليد برج الجوزاء ما انتصروا عليهم، ما انتصروا على العقبات، بالعكس في كثير من مواليد برج الجوزاء يمكن اختلفوا بشغلهم، تركوا شغلهم، يمكن اختلفوا مع احبائهم، مع عائلتهم، مع اهلهم، تركوا. في ناس يمكن العقبات عندهم كانت قانونيه، اتعاكسوا، ما قدروا خلصوا حالهم، وقعوا في دوامات من المشاكل. لا مش بالضروره ابدا تكون انه هن انتصروا عليها، لا ابدا. إذا بدي أسأل مثل الأسئلة اللي يعني عاطفيا ماديا أو صحيا، وين الأكثر حظا الجوزاء هالسنة؟ الجوزاء أكثر حظا السنة في يكون مهنيا وصحيا في عنده تحسن. العلامة 7 على 10. 7 على 10. خلينا يكون عنده السنة بتقلب معه الأمور لصالحه. كان عم بيشتغل كثير ب 2015 16 و17. 17 كان سنة شغل كثير، وكان في تغييرات وفرص حلوة مهنية حتى دراسية. الأولاد تلاميذ اللي عم يسمعونا بال 2018 هالشغل اللي كان عم بيشتغله، هالمجهود اللي كان عم بيحطه رح ياخد نتيجة ممتازة. يعني إذا كان عم بيشتغل حتى يقدم على جامعة بيوصل له القبول. إذا عم بيقدم عم يشتغل، عم بيزيد شهاداته، مؤهلاته، خبراته ليقدم على شركة كتير كبيرة، سنة 2018 بتعطيه الكونترا. رح تثمر السنة الجهود كلياتها يعني؟ تثمر الجهود، بيتجوز، بيرتبط، بيمضي كونترا، بيربح على خصمه، على منافسه، بيربح عليه. وهي السنة كمان يلي تقريبا فينا نقول بتحسيه صاير واقف مع الاقوياء. اجمالا مولود برج الثور مولود بيشتغل وراء الكواليس، منه من الاشخاص اللي بيطلوا. هي السنه لا، هي السنه مولود برج الثور واضح انه هو من الابراج اللي رح نلاقيها في في الصف الاول. رح يطلع الضوء يعني، بيطلع الضوء، لكن اضواء الحلوه مش الاضواء السلبيه. يعني الاضواء رح تتسلط الاضواء على خصاله وعلى ميزاته الحلوه. هذا الشخص رح يوصل لمطرح يعني لمنصب او لانتاج مادي مثل ما قلت. هيدي السنه بيربح فيها المنصب، الشهره، المكانه، الموقع،
كان اجتماعيا او مهنيا او ماليا او حتى قانونيا، او اذا بده يتجوز بيتجوز. طيب بنروح على رقمه، قد على علامته. قد اعطينا الحمل 8/10. اعطيتيه وقت اكثر للحمل كمان؟ بعطيه 9/10. 9 افضل بمحل معين. لانه هلا هذا الانجاز اللي رح يعمله باطار العمل نفسه، او في عنده عمل جديد ناطره كمان، او الاحتمالين واردين؟ بيعمل بده اياه. اذا هيدي الشركه ما بقى عجبته يروح يقدم على وحده ثانيه. بقول له هيدي السنه هي سنه التغيير عندك، ما ضيع هيدي السنه سنه 2018. لما تقولي ما بيتجرأ يعني ما انه صاحب قرار، ولا هي بتفرق؟ عنده قرار لكن بيفكر فيه كثير، بيفكر مره مرتين، شهر شهرين، احيانا بتضيع الفرصه لانه اخذ وقته. غيره بيكون اخذ الفرصه لانه نسبة المجازفة عنده قليلة. يعني هو ما بيجازف، بفضل يبقى مطرحه، بياخذ سنين، بيضلوا 20 سنة بنفس المكتب بنفس الشركة. غيره بيكون سبق بأشواط، غيره بيكون صار عنده خبرات وخبرات وخبرات. السي في بتكون عند غيره طويل. يعني مولود بشر ثور تقريبا السي في ما بتتغير. إذا بتطلعي على سي في لمولود بشر ثور، يا عم بيشتغل بشركة 10 سنين، بيرجع بالشركة الثانية 15 سنة، ويمكن لهون بتوصل، يا اما بيبقى بنفس الشركة طول حياته. قلة طموح يعني هاي؟ لا، بيحب الثبات. حذر. في فرق كتير بين قلة الطموح والشخص اللي بيحب الروتين وبيحب الاستقرار. تطور عموديا بمحل معين. صحيح. طيب الحمل شو وضعه هالسنة؟ الحمل وضعه هيدي السنة في اشياء كثير مهمة عم يتحضر لها. مولود بشر الحمل كان عنده فرصة كثير ممتازة بال 2017 لحتى يطلع من جهة إلى جهة أخرى، يطلع من شراكة إلى شراكة أخرى. هيدا اللي كان مكتوب له لمولود بشر الحمل. إذا بدك تنقل، تغير كونترا، تنقل من ارتباط إلى ارتباط، من جهة إلى جهة، سنة 2017 هي السنة لذلك. بينتقل لل 2018 مع تقدم واستمرارية ومع تثبيت أكثر لموقعه. مولود بشر الحمل بسنة 2018 احتمال يكون في عنده نجاحات قضائية قانونية، إرثية، في مصاري، في صحة بيشتغل عليها لكن بتتم عنده. لما تقولي رح يروح من ارتباط لارتباط عم نحكي مهنيا ما هيك؟ في يكون مهنيا، في يكون اجتماعيا، في يكون سياسيا، في يكون اجتماعي، شو ما كان عاطفيا حتى. مصرياته شو وضعه؟ مصرياته بتتحسن، مصرياته تتقدم. إذا عنده مشاكل مع أعداء، مع منافسين، مشاكل شو ما كانت، هيدي السنة 2018 يعني سنة بتنحل فيها المسائل لصالحه. محظوظ السنة، محظوظ يعني. فبالتالي لازم يشتغل على هالفيلز هاو، النقاط هاو، لانه هي السنه اللي رح بتساعده فيها. مش يقول رح انطر معلش ما رح نزعجه لفلان، ما رح نرفع دعوه. ما عم بقول، ما عم بشجعهم انا يرفعوا دعاوى، لكن اذا في ديجا دعوه، هيدي هي السنه اللي بتربحوها. اذا الحمل بشكل عام منيح. الحمل بشكل عام عنده سنة كتير حلوة، وبتحضره بعد لسنة 2019 اللي رح بتكون سنة أحلى. إذا بدي أعطيه علامة، خلينا نعطيه علامات. كنت بدي أقول لك إذا بنحط له على 10 قد إيه يعني؟ بحط له 8. 8/10. 8/10. اكتبي يا حمل حتى هلا نرجع نعمل حط ريكاب بالاخر.